بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، النبي الهادي الأمين. حبايبي الحلوين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، تحياتي لكم جميعا. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير وفي أسعد حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله. داخلين على شهر كريم فنحتاج كمية عصير كتير، فقلنا نعمل النهاردة البرتقال. طبعا عملته معاكم قبل كده، النهاردة هنفرزه بطريقة جميلة وهتقعد برضو معاكي من سنة لسنة، وهنستغل القشر في حاجات تانية. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وندخل بقى في الفيديو. ما تبخلوش عننا بقى باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا عندي كمية برتقال. طبعا انت بقى تجيبي بسرة، تجيبي سكر، تجيبي بلدي. هو طبيعي في العصير بيبقى البلدي لان بيبقى فيه كمية سوائل كتير. كان عندي بسرة، قلت ايه هخزنه برضو جميل، برضو هينفع مش هيقول لا. فانا عندي بقى كميه برتقان زي كده، نقعتها في ميه مده كده، ورجعت غسلته جدا لان انا ايه هستغل القش ده في حاجات تانية. مش كده ومش هنخزنه خلاص ونرمي القش، لا القش نفسه هنستفاد منه في حاجات كتير. فطبعا تعالوا بقى نقشره ونشوف هنعمل ايه. طبعا الطبيعي ان احنا بنقشر البرتقان بالسكين. انا مش هقشره النهارده بالسكينه، انا هقشره بايه؟ بالمبشره. شايفين المبشره اللي معايا ديت؟ طبعا في كل بيت المبشره دي، سواء بالشكل دي او بشكل تاني. هنمشي بقى البرتقانة كده على المبشرة بعجها الناعمة بالشكل ده. شوفوا يا دوبك بس اللون الاصفر بس اللي هو الاورنج ده. ما جيتش من القشايه البيضه خالص، ما تجيش من القشايه البيضه لان القشايه البيضه فيها مرار. زي ما انا عملتها معاكي تاني، عملت واحده معاكي تانية، هي تمشي كده بسرعه كده. يا دوبك الطبقه الصفرا دي بس اللي هي البرتقاني بالشكل ده. حاجه كده على خفيف بس. شوفوا حتى البرتقانه الصفرا ازاي ما وصلتش للقشره البيضه خالص بالطريقه دي. وكمية القشريات بقى، القشر دي بقى نستخدمه بقى في حاجات كتير ان شاء الله في فيديوهات بعد كده. كده قشرنا الكمية اهيت او بشرنا القشر بتاعها. تعالوا بقى هنقشرها ازاي؟ هنقشرها كأنك بتقشرها بقشرها الطبيعي العادي خالص. هنحش الحتة اللي عند العين ديت كده بسم الله، وتمشي كده ايه على البرتقانة بالشكل ده. طبعا انتوا كلكم عارفين الخطوة ديت، بنقشر البرتقان دايما في بيوتنا يعني وعارفين. تطلع بكل سهولة، شايفين؟ كأنك ما حشتش منها حاجة. يمكن اسهل كمان ما تكون بقشرها الطبيعي. نحوش الحته بقى اللي ورا دي بالسكينه كده لان بتبقى برضو ماسكه في العين، ونقطعها بقى شرايح بقى بسم الله. نقطعها التقطعه دي، وبرضه على حسب رغبتك الشخصيه تقطعها شرايح زي كده، تقطعها مكعبات على حسب ما انت عايز. كده قطعت واحده، هي تعمل كمان واحده معاكم برضو. تقطعها شرايح، تقسمي كده القشره كده شرايح كده عشان تبقى سهل التقشير، وتمشي السكينه كده بسكينه رفيعه كده. بص سكينه رفيعه كده تسهل معاك بالطريقه دي. اللي واصل معايا هنا بقى ما ينساش يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما ينساش يحط لايك. برضه نقطعها نفس الطريقه كده. هكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو بالطريقه دي. وكده يا حبايبي قطعت الكميه هي بالشكل ده. ايه رايكم؟ طبعا لو سكري بقى او بلدي تحشوا البذر منه. هعباها بقى في اكياس بقى وارجع لكم. كده يا حبايبي عبيت الكميه هي معايا ما شاء الله جميله. طبعا الكميه بقى على حسب ما انت عايزها، على حسب افراد اسرتك.
دي كانت طريقتنا النهاردة يا حبايبي في تخزين البرتقال، وصفة سهلة وبسيطة ومفيش غنى عنها في أي بيت، وتعرفين داخلين برضو على شهر كريم. كل سنة وانتم طيبين. بنحتاج عصاير كتير، وفي أي وقت برضو في السنة بنحتاج عصاير كتير، بس في رمضان أكتر عشان الصيام وكده. دي كانت طريقتنا النهاردة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.